السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ مساء الخير عليكم. دلوقتي هنعمل مع بعض طريقة الرز بالشعرية. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي حطيت معلقة سمنة ومعلقتين زيت وهننزل بالشعرية، كوباية شعرية. هنقلبها كده كده يا جماعه. كانت خلاص اللي بصوا قربت اهي، هتقلبوها بس كده شويه وبعد كده ننزل بالرز. خليها تبقى ذهبي كده بس مش فاتح قوي يعني. وبكده يا جماعه كانت الشعريه خلاص خلصت معانا، اتحمرت. ننزل بقى بالرز ونقول كده بسم الله. نقلب بقى كده الشعريه والرز مع بعض. قلبي حلو عشان ما يطلعش حبايه وحبايه، يطلع كله زي بعض. بعد كده هننزل بقى بالميه السخنه. ممكن تحطي مرقه وده افضل يعني، بس انا ما عنديش طبعا مرقه. ننزل بقى بالميه بس لازم تكون بتغلي. نقلب بقى كده. بعد كده بقى ننزل بمكعب مرقه، شويه فلفل اسمر، شويه ملح، شويه كمون. نقلب بس كده بقى مظبوط معايا. هنغطيه وهنعلي عليه، اول ما يتشرب هنوطي. وبكده يا جماعه يبقى اتشرب معانا. نوطي بقى عليه خالص زي الشمعيه كده ونقلبه. بس هنغطيه بقى هنسيبه كده يا جماعه. كان الرز خلاص خلص معانا اهو. بصوا بقى، بصوا مفلفل وجميل ازاي. بصوا يلا بينا بقى نغرفه. وبكده يبقى خلاص خلصنا. وادي الرز بتاعنا اهو، مفلفل وجميل جدا والله. جربوه ايه رايكم؟ يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.